الفيلم ده مبني على أحداث حقيقية. في بداية الفيلم بنشوف عربية بيضة سيدان ماشية ورا عربية سودا، ولما جت منطقة معزولة العربية البيضة خبطت في العربية السودا خبطة خفيفة، فنزل سواق العربية السودا يطمن على عربيته ويصورها عشان يوري الصورة لشركة التأمين. وفجأة نزل سواق العربية السودا وجه من دار الراجل وهو بيصور وطعنه بالسكينة، وجروا بعدها لعربيته السودا وقتله هناك، وركب عربيته البيضة وانطلق. تاني يوم في اتنين من الضباط راحوا لمسرح الجريمة اللي اتقتل فيه الراجل امبارح، بس الطريق كان زحمة جدا واتأخروا جامد. وفجأة واحد منهم اسمه تيسوك شاف واحد من العصابة اللي موجودة في المنطقة وراح المكان اللي خارج منه الراجل ده، وهناك اكتشف انه كازينو قمار، وقابل حراس المكان وعرضوا عليه فلوس، بس تيسوك رفض الفلوس وضرب الحارس ونزل خطف مدير المكان. في نفس الوقت زعيم العصابة نفسه اللي اسمه دونج سو كان بيتدرب على الملاكمة، وفي وسط التمرين جه المساعد بتاعه وقال له عن اللي حصل في الكازينو، وطبعا دونج سو اتضايق ونزل كيس الملاكمة اللي جواه راجل مش رمل ونزل ركب عربيته. دونج سو اتصل على مدير القسم وقال له انه زعلان من اللي عمله الضابط بتاعه، وانه بيدفع لهم فلوس عشان يحموه مش عشان يهجموا على الاماكن بتاعته. وساعتها مدير القسم كلم تيسوك وامره يروح مسرح الجريمة بسرعة على اساس انه هيسيب الواد اللي خطفه، بس الحقيقة ان تيسوك ما عملش كده وخلى الواد اللي خطفه يوصله لمكان الجريمة بالموتوسيكل بتاعه، واول ما وصل كلبشه في الموتوسيكل ونزل يحقق، وساعتها شاف الجثة واكتشف الخبطة اللي اتخبطتها العربية من ورا. في نفس الوقت دونج سو كان قاعد مع زعيم عصابة تاني اسمه شاندو، والاتنين كانوا بيتكلموا في تقسيم الأراضي والواجبات، والاتنين كانوا متفقين، بس الحارسين اللي واقفين سخنوا على بعض في الكلام، فقام دونج سو وضرب الحارس بتاعه، وبعدها خلع سنان الحارس بتاع شاندو بإيده وقال لهم إن الصبيان تخرس لما المعلمين يتكلموا. وطبعا شاندو اترعب من قوة دونج سو لدرجة إنه وافق على كل شروطه. وفي مركز الشرطة كل الضباط كانوا متجمعين مع بعض وكانوا بيحللوا حياة الضحية، وقالوا إنه ما عندوش أي أعداء أو ديون، وبالتالي بدأ يشك تيسوك إن القاتل سفاح متسلل، وده لأن في عمليات قتل تانية تمت في نفس المنطقة بنفس السكينة. بس باقي الضباط اختلفوا معاه، وكمان مديره عاتبه على اللي عمله في الكازينو بدون إذن نيابة. وساعتها تيسوك رد عليه بإنه هيحارب الأشرار مهما كانت الطريقة. وبعدها دونج سو خرج من المبنى وطلب من الحارس بتاعه إنه ياخد السواق ويروحوا في عربية تانية، وهياخد هو العربية يتمشى بيها. وفعلا عمل كده وسقف وسط المطر وكان بيتكلم في الموبايل، وفجأة عربية بيضة خبطت من ورا فوقف المكالمة ونزل يشوف اللي حصل. طبعا مش محتاج أقولك إن ده السفاح، بس دونج سو منزلش يبص على العربية بتاعته لأنه أصلا مش محتاج تأمين، ورجع من تاني عربيته. وفجأة القاتل هجم عليه من ظهره وطعنه مرتين، بس دونج سو ما تأثرش قوي، ووقع القاتل بقوة على الأرض ونزل في ضرب، وقدر ياخد منه السكينة وطعنه بيها في صدره، بس القاتل قدر يهرب وداس دونج سو بعربيته. طبعا دونج سو اتنقل للمستشفى يتعالج، ورجالته لما عرفوا الخبر نزلوا قتلوا تدمير في رجالة العصابات التانية لأنهم كانوا فاكرينهم المسؤولين عن اللي حصل لزعيمهم. في نفس الوقت القاتل كان بينظف سكينته بيخيط جروحه، وبعدها اتمشى بره المكان المهجور اللي قاعد فيه ولقى راجل عجوز وقتله عشان ياخد هدومه. ولما دونج سو فاق اتكلم مع الحارس بتاعه وقال له انه مش عارف هوية القاتل، بس طلب منه يدور على عربية بيضة سيدان في المدينة كلها. وبعدها تيسوك راح له وسأله عن اللي حصل له، بس دونج سو ما ادالوش اي معلومة. بعدها تيسوك راح بنفسه لعربية دونج سو وشاف انها مخبوطة من الظهر، وساعتها عمل ربط للأحداث بين الحادثتين وعرف ان اللي خبطه هو نفس الشخص. وساعتها راح لمدير المركز وقال له انه لازم يجيب دونج سو للتحقيق، وده لانه شاف وش القاتل، واكد على كلامه بانه نفس القاتل المتسلل لان مفيش مجنون غيره هيهجم على زعيم عصابة. بس مدير المركز ما سمعش لكلامه وسابه ومشي. بيتغير المشهد بعدها وبنشوف القاتل وهو نازل من عربيته عشان يشرب فنجان قهوة، وشاف سواق نقل هناك بالصدفة وفضل يطعنه لحد ما مات واخد عربيته ومشي. بس اللي ما كانش يعرفه ان في راجل تاني نايم في العربية وصحي مخضوض لما ملقاش صاحبه، فقتله السفاح هو كمان، ولكن السكينة بتاعته وقعت في جنب الطريق في العملية دي. في نفس الوقت دونج سو كان بيملي أوصاف القاتل لرسامة وجوه، وقدرت فعلا توصل لشكله من الوصف اللي وصفه دونج سو. وساعتها دونج سو ادى الصورة للحارس بتاعه وأمره إنه يقلب الدنيا عليه. بعدها تيسوك راح لدونج سو وحاول يطلع منه بأي معلومة، حتى إنه حاول يستغل العاطفة عنده بإن القاتل ده ممكن يقتل ناس تانية، بس برضه دونج سو ما ادالوش أي معلومة. طبعا اللي حصل لدونج سو ما عداش كده لأنه هز سمعته في السوق، وبدأت الإشاعات تنتشر إنه بقى ضعيف. وساعتها دونج سو عرف إنه لازم يقبض على القاتل في أقرب وقت ويرجع اسمه من تاني، وفعلا رجع
ورجالته لقوا عربية القاتل، وقدروا كمان يلاقوا السكينة بتاعته، ودي كانت خطوات كبيرة ناحية انهم يحددوه. بس برضه كان لازم يتعاون مع الشرطة، وبعت لتي سوك وقابله، واتفقوا هما الاتنين على التعاون، وان لو تي سوك لقاه الاول هيحاكمه عادي، بس لو دونج سو لقاه الاول هيعمل فيه اللي هو عايزه. وفعلا دونج سو شارك معاه كل المعلومات اللي جابها عن القاتل، وفي نهاية الاجتماع اداله نسخة من الفيديو اللي صورهم ليه في الاتفاق عشان يبقى ضامن لو قرر تي سوك يغدر بيه. المعلومات كانت بتقول ان القاتل تقريبا 35 سنة ودايما بيقتل بالليل، وتي سوك شارك المعلومات دي مع 2 ضباط زمايله، وقال لهم كمان على الاتفاق اللي بينه وبين دونج سو، وحلفهم ما يقولوش لحد. وبعدها بدأوا الشغل على القضية، بس دونج سو كان بيخطط لحاجة تانية، وجاب الحارس بتاعه وقال له انهم هيتعاونوا مع الشرطة لحد ما يلاقوا القاتل، وبعدها هيخلص على الكل. وكمان امر بقتل شاندو المنافس بتاعه بنفس السكينة بتاعت السفاح، وامر اللي هينفذ انه يسيب السكينة هناك عشان الشرطة تلاقيها وتربطه بالأدلة التانية اللي لقوها. وفعلا الشرطة وقعت في الفخ واعلنوا ان القاتل هو السفاح. بس تي سوك لما عرف فهم اللي حصل، وراح لدونج سو وضربه بالبوكس، بس كان اخر بوكس يضربه له لانه عمل له فينش مصارعة. الاخبار انتشرت بموت شاندو في كل التلفزيون، وبزيادة عدد جرائم السفاح جه فريق تاني من العاصمة عشان يساعد الشرطة في التحقيق. وفي نفس الوقت السفاح الحقيقي كان قاعد في مطعم بيتفرج على الاخبار، ولما شاف خبر قتل شاندو قال بصوت واطي انا ما عملتش كده. وبالصدفة شاب كان قاعد قريب وسمعه، بس معلقش وبص في طبقه وكمل اكل. وبعد شوية قام السفاح ومشي وخبط على كتف الولد قبل ما يخرج. بيتغير المشهد بعدها وبنشوف جنازة شاندو، والغريب ان السفاح كان حاضر وكان حاطط عينه على دونج سو، ولما جات له الفرصة راح للحارس بتاع شاندو ووراله ورقة مكتوب فيها هي صحيح السكينة بتاعتي بس مش انا القاتل، وبص بعدها على دونج سو. بعدها حصلت جريمة قتل تانية بنفس الطريقة، ودونج سو وتي سوك عرفوا، فراحوا يفتشوا العربية ولقوا بقعة دم تحت الدركسيون، وطبعا دي كانت دليل قوي ممكن يوصلوا للقاتل من خلاله. وفجأة رجالة شاندو هجموا عليهم هما الاتنين عشان ينتقموا ليه، طبعا بعد ما السفاح قال لهم ان مش هو القاتل وان دونج سو هو اللي عملها. بس في النهاية دونج سو وتي سوك انتصروا على رجالة شاندو. بعدها تي سوك ودونج سو فضلوا يتتبعوا اهل القتيل الاخير ده، وقدروا يحددوا مكان السفاح لانه كان بيراقب مرات القتيل، وفعلا راحوا شافوه بعينيهم، بس القاتل كان سريع وهرب منهم، فاخدوا نفسهم وراحوا على المكان اللي بياكل وبيشرب فيه. ولما ما قدروش يجيبوا عينة من مكان اكله اضطروا يدوروا على عينة تانية في مصنع ازايز بياخد الازايز المستعملة ويعيد تدويرها، واخدوا معاهم فريق من الطب الشرعي عشان يساعدوهم. وبعد ما خلوا الساحة لدونج سو عمل شركات ووسع نشاطه ومنطقته ورجع اسمه كبير من تاني. بنرجع من تاني لتي سوك اللي اخد ملف من دكتورة في الطب الشرعي يدل على هوية القاتل، وقالت له انها شاكة في الراجل ده لانه متبلغ عنه انه مفقود من زمن، وكمان بصماته مطابقة للبصمة اللي كانت موجودة على الدركسيون. وبالرغم ان تي سوك كان شاكك ان ده نوع من التضليل، الا انه قرر يمشي ورا الدليل ده لانه مش هيخسر حاجة. وفعلا تي سوك راح البيت واكتشف انه بيت متأجر، فراح لصاحبة البيت واستعلم منها عن الراجل اللي مأجره، فقالت له انه راجل طيب وفي حاله وعمره ما عمل مشاكل. بس الحقيقة ان الست دي كانت متغفلة، وده لان لما تي سوك دور تاني لقى شوية ادلة بتشير انه القاتل فعلا. واللي حسم الموضوع كانت صورة قديمة للقاتل مع عيلته وكانت مطابقة للرسم تماما. وبعدها بلغ زمايله ودونج سو باللي وصل له، وفي دقايق كانت صور القاتل متوزعة على كل رجالة دونج سو، وبدأوا يقلبوا البلد كلها عليه. لكن لسوء الحظ ما قدروش يوصلوا لحاجة، وساعتها قرروا يرتاحوا شوية ويكملوا بعدين. بعدها دونج سو كان مستني السواق بتاعه في مكان معين، وكانت الدنيا بتمطر وهو واقف بالشمسية بتاعته، بس لما بص جنبه شاف بنت صغيرة المطر مبهدلها، فاداها الشمسية بتاعته لحد ما وصل الأتوبيس والبنت شكرته. لكن اللي ما كانش يعرفه إن السفاح كان راكب نفس الأتوبيس. وبالليل وهو بيتعشى مع تي سوك ورجالته شاف خبر قتل السفاح للبنت اللي اداها الشمسية، وساعتها دونج سو اتعصب وأمر كل رجالته إنهم يدوروا على السفاح تاني. وفعلا المرة دي قدروا يرصدوه واتأكدوا من صاحب السكن، بس حاليا هو مش موجود، فاستنوه لحد ما جه الليل وشافوه هو داخل بعربيته البيضة. بس القاتل حس إن في حاجة غلط وحاول يهرب، وساعتها دونج سو تي سوك طلعوا وراه بعربياتهم لحد ما قدروا يخبطوا فيه ويوقفوه. بس الخبطة كانت شديدة جدا لدرجة إن تي سوك اتصاب في راسه. السفاح نزل يجري من العربية ونزل وراه دونج سو والحارس بتاعه تي سوك، وانفصلوا هما التلاتة علشان يلاقوا أسرع. وللأسف السفاح استغل ده وقتل الحارس، بس قبل ما يموت قال
ودل دونج سو على المكان اللي مشي منه. دونج سو مشي ورا آثار الدم لحد ما وصل لكازينو وشاف فيه بنتين بيغنوا بتوتر، وفهم ساعتها إن القاتل جوه. وفعلا السفاح كان في الحمام، وقدر في النهاية دونج سو إنه يقبض عليه، بالرغم إن تي سوك اتصل على دونج سو وطلب منه يسلم السفاح، إلا إن دونج سو رفض وربطه في الكرسي وعذبه. وقبل ما يقتله تي سوك اخترق جدار المكان اللي دونج سو حابس السفاح فيه بالعربية وقبض عليه علشان يتحاكم رسمي. هنا بقى كانت المشكلة، مفيش أي أدلة تدين السفاح بالإعدام، وخصوصا إنه شوه إيده بكيماويات عشان يشوه بصماته، وفعلا القاضي كان متردد في الحكم عليه. وبكده مفيش قدامهم إلا حل واحد. بننتقل بعدها لليلة اللي قبلها، وبنعرف إن تي سوك راح لدونج سو وطلب منه إنه يسلم نفسه للمحكمة ويشهد ضد السفاح ويأكد الجرايم اللي عملها، بس دونج سو رفض وضرب تي سوك. وساعتها تي سوك سمعه التسجيل اللي اعترف فيه بقتل شاندو، فاضطر دونج سو إنه يوافق بس بشرط واحد، وهو إن تي سوك يوعده بالحبس في نفس السجن مع السفاح. وفعلا دونج سو راح المحكمة وشاهد إن السفاح حاول يقتله، وكدليل على كلامه قال لهم إنه طعنه بنفس السكينة في كتفه الشمال. وفعلا لما الضباط كشفوا كتفه لقوا أثر الجرح في نفس المكان اللي قال عليه دونج سو، وكمان وراهم الرسالة اللي السفاح كتبها لمساعد شاندو، بس ظبطها بحيث تكون شاندو اتقتل بسكينتي. وبناء على الشهادة دي تم الحكم عليه بالإعدام، وراح نفس السجن مع دونج سو اللي اتخفف له الحكم بسبب شهادته. وتي سوك اترقى هو والطاقم بتاعه. وبيخلص الفيلم ودونج سو بيدخل على السفاح الحمام وبيبتسم. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشاركنا في كل جديد، ويا رب تكونوا استمتعتوا معنا. شكرا ليكم، سلام.